الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت بطولة تامر حسني وباسم سمرة وهنا الزاهد وعصام السقا. الفيلم نزل منه الإعلان، وبصراحة يا جماعة أنا متفائل جدا. طب متفائل ليه؟ متفائل بسبب إن الموضوع اللي هم بيحكوا فيه هو فعلا موضوع حقيقي. يعني زي كده المسلسلات اللي اتكلمت عن المراهنات، هم بيتكلموا عن الناس اللي عايزة تطلع ترند بأي شكل من الأشكال علشان بيجيب فلوس. فاهمين الفكرة؟ فدي بجد مشكلة حقيقية في الشارع المصري حاليا. تمام. انا ما بحبش بصراحه الافلام اللي هي بتحكي عن حاجات يعني ملهاش علاقه بينا، دي اللي هي بتاعت الكومباوندات. انت فاهم انت؟ فلا، الفيلم واضح ان هو بيحكي عن حاجه ليها لازمه بشكل كوميدي او بشكل ايا كان. المهم يكون الموضوع يعني الناس مهتمه بيه. فاهمين الفكره؟ والموضوع ده طبعا مفيش يعني اهتمام اكتر من كده. كل الناس عايزه تطلع ترند، وكل الناس عايزه تفهم حاجات عن الترند. فانا حاسس ان القصه موفقه جدا. الكوميديا لسه هنشوف، لان طبعا احنا ما مش هعرف احكم لك من افيهين اتعملوا من في الاعلان يعني. لكن واضح ان هي كوميديا يعني ايه، خفيفه لطيفه. مفيش اساسا نجوم الكوميديا الصارخين بقى اللي هم جايين اللي هو ايه المضحكاتيه. شلة المضحكاتيه مش موجوده، هم الموجودين باسم سمرة. يعني طب فاهم كوميديا باسم سمرة عامله ازاي؟ طبعا الفيلم هينزل يوم 29 الشهر اللي جاي وبس كده. دينا في انتظاره نشوفه ونتكلم على مراجعته ككل وبس كده. مستني الكومنت بتاعك اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه. وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل، وما تنساش اللايك. وسلام.